أهلا أهلا بالعيد، مرحب مرحب بالعيد. احنا النهاردة فرحانين علشان وصلنا ل500 مشترك، وعايزين نكبر بيكم ونكون أسرة مع بعض. وبمناسبة عيد الفطر هنقدم لكم أحلى كحك، وكل سنة وانتم طيبين. ونبتدي نقول مقادير الكحك ونقول بسم الله. معانا كيلو دقيق منخول، معلقة كبيرة ريحة كحك، نص كيلو زبدة، معلقة سكر كبيرة، معلقة خميرة كبيرة، ذرة ملح، نص كوباية من اللبن. هنسيح الزبدة اللي معانا وهندفي اللبن تدفئة بسيطة علشان الخميرة. ونبتدي نعمل الخميرة. هنحط معلقة السكر وهنحط معلقة الخميرة في كوباية ونحط عليهم نص كوباية لبن دافي وهنقلبهم ونغطي الكوباية بس دقيقتين. لو الخميرة عليت معانا كده نبقى نقدر نشتغل. وكده الخميرة في كوباية زي ما احنا شايفينها وعليت معانا وسليمة نقدر نشتغل بيها. هنجيب بقى الدقيق نحط عليه ريحة الكحك وهنضيف ذرة الملح ونقلبه كده، ونضيف الخميرة ونقلبها، ونضيف الزبدة. كيلو دقيق قلنا ناخد نص كيلو من الزبدة، يعني هنا خد تقريبا معانا 3 كوبايات وربع من الزبدة. بنحط بقى طبعا اول كوبايتين ونقلب ونرجع نضيف بقى الزبدة حبة حبة، لان كل دقيق بيختلف عن التاني. فانت ما تحطيش كمية الزبدة مرة واحدة، تنزليها بقى بالتدريج وتعجني. ولما بتلاقي العجينة محتاجة زبدة بتقدري اللي انت تضيفي لحد لما تديكي القوام المظبوط اللي احنا عايزينه. نجرب العجينة، لو لقيناها اتشققت كده معانا تبقى هي لسه محتاجة زبدة، بتزودي لها بقى معلقتين كده من الزبدة. لو ظبطت معاكي تبقى هي كده تمام. هتقدري بقى تجربيها تاني. لو لقيتيها لسه زي ما احنا مش شايفينها كده ما فيهاش اي تشققات، العجينة طرية معاكي، تبقى هي كده اشتغلي بيها على طول وتكون العجينة بتاعتك مظبوطة. تقدري بقى تشكلي العجينة بتاعتك زي ما تحبي وتعمليها بالحجم اللي انت بتحبيه. طبعا احنا هنا بنشكلها زي ما شايفين كده، بس ماما بتحب اكتر تشكلها بالمنقاش لان الشكل بيكون باين بعد ما لما بالكحك بيستوي بيكون شكله حلو. وهنخلص بقى الكمية اللي معانا ونرجع نوريها لكم. وكده نكون خلصنا كمية الكحك اللي معانا. طبعا عملوا لنا الصاجين دولت، ودلوقتي هنبتدي نسويه بقى في فرن البوتاجاز على الرف اللي في النص على شبكة الفرن على درجة حرارة 180، وتقريبا بيقعد تلت ساعة. يعني تلت ساعة تفتحي الفرن وبصي عليه، اول ما بتلاقيه احمر كده بتقدري بقى اللي انت تطلعيه ويكون كده استوى معاكي. وده شكل الكحك بتاعنا بعد ما استوى. اول ما بيبرد بتشيليه من الصاج وتقدري بقى ترش عليه سكر بودرة طبعا حسب الرغبة. طبعا طعمه جميل جدا وريحته حلوة قوي لانه معمول من الزبدة البلدي، والزبدة دي احنا عاملينها من القشطة. لو عايزين تعرفوا عملناها ازاي ابعتوا وقولوا لنا واحنا هننزلها لكم. ولو عجبكم الفيديو بتاعنا اشتركوا معانا في القناة ودعمونا باللايك، وبألف هنا وشفا عليكم.